السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جو جميل جدا. هنروح اسمها ايه؟ مش رحله، اسمها حفلة زي حفله كده. لونوا وانبسطوا. صراحه اول مره اروحها وهروح اجربها كده، وهنصور جوه هنشوف فيه ايه. قلنا نكسر روتين المذاكره شويه ومتشددين شويه في المذاكره عشان الامتحانات قربت. هنروحوا بهنا ودياب. تعالى هنا بص. خلاص وصلنا. هنا اعملي باي. قولوا حط لايك. لايك. هنروح المكان اهوت. فين 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 اوه. جمعية سيدات المسلمات. هنشوف بقى ايه في ايه، وخليكم معايا. دلوقتي احنا دخلنا، وبصراحة المكان تحفة. اول مرة اجي، مش عارفة ازاي في بلدي، واول مرة اشوف المكان زي دوت. لقيت في مكتبة وفي حضانة وفي ألعاب وفي مكان الأولاد فوق بصراحة، والبنات اللي شغالة هنا ممتازين جدا. مش عارفة ازاي في بلدي مكان حلو زي ده وانا معرفوش. تعالوا اوريكم بقى ايه الاماكن الموجودة اللي فيه، والاولاد بيلعبوا ازاي، والمكتبة اللي جوه. وكمان هيعملوا اشتراك في الاجازات الالعاب، يعني الاولاد بيجي كل يوم او حاجه زي كده، يعني يوم الاحد بتشغل يوم كده. المكان تحفه، مكان جمعيه بنات المسلمات قصاد الكنيسه اللي على البحر. هبوريكم برده بيفطر من بره، والاشتراك لسه ما نزلش، هنشوف هيبقى امتى. بيقولوا كل اجازه الاشتراك اسعاره بتختلف. وهتكلم مع اي مس هنا توصف الحاجه اللي موجوده، عشان لو حد حب يجي من بلدي طبعا. اكيد مش هيجوا من بعيد يعني عشان يجوا هنا، عشان لو اي حد عرف حب يجي يعني ولا حاجه. يعني يبقى حد في بلدي ما يعرفش الاماكن دي، يعني يبقى يعرف الاماكن. خليكم معايا. دخلنا بقى على مكان الالعاب دوت. ده تبع الحضانه فوق، بس بينزلوا هنا يلعبوا هنا الالعاب. وده بيبقى فيه النادي الصيفي، المكتبه وتعليم التلوين وحاجات تبع الاطفال. بصراحه مكان ممتع قوي، واولادي اتمتعوا وانبسطوا، وبنتي قعدت تلون وبالالوان الميه والخشب، وابني كمان انبسط قوي. ودياب برضو بدأ يلعب في اللعب كتير امان. يعني الزحلقه دي جميله جدا. اول مره يعني اي مرجيحه محتاجش حد يساعده، يعني ما شاء الله عليه. بس في الاول كانت طالبه معاه ذكاء ان يطلع بالعكس. انا مرضتش اصور كتير في الالعاب. يعني انا كده مش مصوره كتير، يعني انا صورت كتير، بس انا ما طلعتش في فيديو صور كتير. عملت مونتاج عشان ما حدش يتضايق، عشان ما حدش يشتكي ان الفيديو طويل. بس بجد انا كنت مبسوطه قوي بالمكان هناك وبالناس اللي هناك. واولادي انبسطوا قوي، وفرحانه قوي ان اعرف يلعبوا لوحديهم. والمسات اللي هناك كويسين قوي، الناس هناك كويسه جدا. بصراحه يعني انا اول مره الاقي مكان في بلدي اولادي يعرفوا يلعبوا بيه، يلعبوا فيه. فانا فرحانه اول مره اروح مكان وابقى فرحانه كده، بدل ما اسافر هنا او هنا. الجمعيه ديت الحضانه اللي فيها كمان اسعارها كويسه. وان شاء الله هبقى اصور يوم تاني، والحضانه وهي شغاله، وفي بيبيهات كمان ومشغل، والبنات اللي قاعده على مكان خياطه دي عايزه يوم من الاول. قلت اصوركم بس يوم الحفله كده، حاجه على السريع مبدئيه كده، واتعرف على المكان واعرفكم عليه معايا. مين دول يا دم؟ ايه ده؟ صح؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اعدلي يلا. اساعدك؟ اساعدك؟
بصوا هما هنا بيديهم لكل طفل كيسة فيها بالونة وشيبسي وتوفي وشوكولاتة والألوان ديت و3 قطع يلونوها. ده غير بقى الألوان الخشب، دول حاجات هيروحوا بيها. الألوان الخشب بقى بلونوا بيها هناك. أنا ساعدتها هنا وهي بتلون، إنها مكانتش عارفة تفك الألوان لأنها كانت ناشفة قوي. حطيتها على المية صح يا هنا؟ صح. وانتي لونتي لوحدك؟ لونتي بلون ايه؟ أحمر وايه كمان؟ وأبصر وايه كمان؟ أوسط ايه؟ أوسط اوسط. لونت باوسط اللي هو الاسود طبعا صح؟ وصح عملتي ايه كمان؟ وأخضر ولعبتي وعملتي ايه؟ مسكتي القلم؟ وأوسط ايوه مسكتي القلم. وأحمر. يا بنت متغيريش الموضوع. مسكتي القلم لو انتي في الكراسة عملتي ايه؟ احكيلي كده، احكي لاصحابنا يلا. حط لايك. حط لايك يا جماعة. دي لا يلعب الأول. ساعد أختك يا محمد. الله، راحت فين؟ راحت فين؟ راحت فين يا ديان؟ بدور عليها. فرقعت يا ديان. ما يعرفش انها فرقعت. ديان بدور عليها. ايه فرقعت؟ خلاص بقى. والباب اللي بره دوت جنب البوابة ده مكان تحفيظ القرآن. دياب كان عايز يمشي لوحده، جبت له حاجة حلوة عشان يرضى يجي. ده مكان كنيسة قديمة بيقولوا من أيام اليونان ما كانوا موجودين. هي طبعا مش شغالة طبعا، بيقولوا مأجرينها منها حاجة زي كده. المبنى ده بيقولوا من سنة 60 أو فاتحينه من سنة 60. أنا سألتهم جوه. المكان بصراحة يعتبر آثار، ان هو مأجروني من سنة 60. هو بقى من امتى؟ دي صور موجودة اول ما تدخلوا من الباب. قديمة. كان المحافظ بقى والناس الكبيرة كانت بتيجي، لان اللي كانوا شغالين في المكان ده اول ما اتفتح سيدات اللي هم ولاد الناس اللي بيقولوا عليهم ولاد الناس زمان. بصوا هما هنا مكتوب فيها اي حاجة هتبقى شغالة جوه يعني. نادي طفل، مكتبة، حضانة كده. الحفلة عملوا كذا نمرة. كانوا بيعملوا شو حلو قوي، اللي هو البلالين اللي هما بيفرقعوها وبتاعت الكراسي وكذا كذا لعبة يعني. كنت بصور جوه فما صورتش كل الألعاب. هنا كانت قاعدة، كانت داخلة دور تعب، مكانتش لها مزاج تلعب. هي حاليا تعبانة. أنا معرفتش أصور عشان هي تعبانة. بعمل مونتاج بس دلوقتي. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. بقالها يومين تعبانة صح هنا؟ صح. عندك ايه؟ تعبانة عندك ايه؟ دي سكر. لا وسخنة. لا سكر. وسخنة. لا عندك صداع. هنا بترسم شاطرة. بس هنا جميلة ازاي. وان الاولاد بقى يلعبوا لعبة الكراسي، وبرضه هنا مكانتش لها مزاج تلعب. دي بيلعب في الالعاب بس مش فارق معاه كل اللي موجود. وحمو هناك اهوت. بس فين حمو هنا؟ حمو فين؟ ودي المكان ده بتاع الحضانة. حضانة مش حضانة، بيبيهات من اول 3 شهور لحد 2 سنين. بيبقى فيه مشاية ليهم ويلعبوا كده. دي سيدة جيهان ودي شهادة تقدير. مكتب رئيس الجمعية تقريبا. شهادة تقدير، في كذا شهادة تقدير بس ما عرفتش اقرا كويس اقرا اللي فيها. ما شاء الله حاجات من زمان يعني. وده كاس كانت الاستاذة عنايات واخداه. ما شاء الله الحاجات دي كلها هدايا. ودي برضو صور قديمة. الحفلات بتاعتهم كانت موجودة زمان، واللي كانوا بيبيهات موجودين في الحضانة هم اللي شغالين فيها حاليا يعني. دي كانت مفاجأة بالنسبة لي. ويا رب تكون التصوير عجب.